يلا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونحط اللايك الحلو اللي منك كده. حطي لي لايك كده، شجعيني بلايك حلو منك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي عشان تبقي من عيلتنا. الله يسعد قلبك يلا هتحطي لايك ويلا هتكتبي كلمة حلوة تشجعني كده. ربنا يسعد قلوبكم جميعا ويجبر بخواطركم جبرا يتعجب له اهل السماء والارض. يلا بينا نعمل البسكويت. الفيديو اللي فات عملنا الايه الكحك، الفيديو ده هنعمل الايه البسكويت. يلا عشان ما عادش في وقت. البسكوت انا عامله معاكم البسكوت قبل كده كذا مره، يعني عملته معاكم السنه اللي فاتت وعملته معاكم السنه اللي قبليها. الكيلو بسكوت باخد ربع سمنه، والافضل تجيب الايه السمنه الصفراء. ليه بقى؟ السنه اللي فاتت عملته بالسمنه اللي هي البيضه، فطلع معايا ايه مبيض شويه من فوق. فانا عايزه اعمله بسمنه صفراء اللي هي الصفراء عشان خاطر ايه يبقى مصفر معايا شويه. تمام. هنستخدم للكيلو دقيق ربع سمنه. شوفوا معايا المقادير كده وانا ايه شغال. للكيلو ربع سمنه. طب الربع عايزه تعاير السمنه بالكوبايات. عارفين المج اللي هو الصغير بتاع الشاي ده، المج الازاز بتاع الشاي، عايري بيه الربع كيلو. بملى مج من بتاع الشاي اللي هو الازاز ده. طبعا انا مش ماليه ده انا بملاه لغايه هنا بس. تمام لغايه هنا عشان دي مج كبير كده. ايه ربعتين اهو. تمام ده ربعتين اهو. يبقى احنا حاطين ايه 3/4. هنزل بكيلو سكر عشان عايزاها مسكره. لو انت مش عايزه البسكوته مسكره حطي بس ايه للكيلو حطي له كوبايه من دي بس. لو انت عايزه البسكوته تكون مش مسكره قوي. انت ما عندكيش مضرب مفيش اي مشكله، انا كنت بعمله بايدي. يعني تضربي السمنه مع السكر تضربيهم كويس قوي لغايه ما يكونوا كريمي كده. السكر البودر. وعايزه اقول لكم على نصيحه، لما تيجي تجيبي سكر بودر ما تجيبيش اللي هو البودر الجاهز. هاتي السكر، هاتي كيلو سكر واطحنيه في البيت احسن وافضل. عشان انا عملت قبل كده رحت جبت السكر جاهز بودر جاهز ما كانش حلو، مش مسكر قوي زي ما تقولي كده حاطين عليه حاجه تانية. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول. اهم حاجه يبقى في بقك بسم الله. ليه بقى؟ هيبقى في بركه كده، هيبقى في بركه كده. سمي الله كده وانت بتعملي الحاجه هتطلع حلوه، تطلع منك حلوه وزي الفل. يلا سمي بسم الله كده. بصوا يا جماعه كده اللي ايه السمنه فتحت معايا على عامله زي الكريم شانتيه كده. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه. هننزل بالايه بالبيض بس مش هننزل بيه مره واحده. تمام. معايا هنا 12 بيضه. 12 بيضه هحط نصهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بالايه بالبيض كده. ايه نزلنا ب6 بيضات الاول وهضربهم. كيلو الدقيق يا جماعه باخد 4 بيضات، فانا هعمل 3 كيلو فانا محتاجه 12 بيضه. فهنزل كده 6 نزلت ال6 الاولانيين هضربهم كويس واختفوا. هنزل بال6 التانيين. جايبه ده من عند الايه العطار، جايباها مع الدقيق وكده. ده فانيليا، فانا هحط 2 فانيليا كمان معايا. لكل بيضتين كيس من ده. هتعملي كيلو وحط لهم ايه كيسين عشان الكيلو باخد 4 بيضات. تمام. ده بالفانيليا. بريحه البرتقال، ده ريحه البرتقال. هنزل بكوبايه ايه فانتا كده، مريندا او ماريندا، اي حاجه بطعم البرتقال، فانتا او ماريندا. معايا كيس ايه كده. ده بقى هيخلي لك البسكوته بقى ريحتها كده تجيب اخر الشارع. عايزه تعمليه بكيس التانك بس عادي مفيش اي مشكله، بس انا بحب احط معاه فانتا عشان انا بستعمل الفانتا على طول فبتطلع معايا حلوه قوي. تمام. هنسمي بسم الله بقى وننزل بالايه نضرب. بس بعد ما انا دخلت المكونات دي كلها بقى يا جماعه انا هحط 2 بيكنج باودر بس عشان المره اللي فاتت حطيت 3 فايه فرش معايا البسكوته شويه. هنزل بقى بال3 كيلو دقيق بس هنزل بهم نصهم كده. هنزل بنصهم الاول كده بسم الله كده. هحط كيسين بيكنج باودر بعد ما انا نخلت ال3 كيلو دقيق. تمام. طبعا انا هعمله بالنشاده
تمام. النشادر بقى عايزه تحطيه مع السوائل براحتك، عايزه تحطيه مع الدقيق براحتك، يعني مش ما فيش اي مشكله. هنزل كده بمعلقتين صوتين صغيرين نشادر، مش عايزين نكتر ايه نشادر. تمام. هقوم ايه حاطه برضو ايه يعني ذره ملح كده، سنه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وايه وهنقلب بقى. هعجن بقى العجينه كده. انا هدخل بس المكونات في العجينه مش هعجن. تمام. هدخل بس السوائل كده في العجينه. بصوا بقى يا جماعه، هنا ايه لقيت العجينه عايزه سوائل، فهنعمل ايه؟ هنزود بالفانتا. احط حبه فانتا كده يعني كمليها عادي عجن بالفانتا. لو هي عايزه سوائل هتزودي بس فانتا مش اكتر من كده، او لبن لو انت بتعمليه بلبن يعني. تمام. بس انا بعمله بالفانتا. وحطيت عليها كيس وايه غطيتها بكيس كده، لازم تتغطى بكيس بلاستيك عشان بس ايه مش تنشف مني. هنقوم ايه معايا حبه زيت كده على جنب في حاجه، واقوم ايه ادهن الصواني. انا غاسله الصواني كويس بعد الكحك، فاقوم ايه دهنه الصواني كويس قوي زيت. تمام. هدهنها زيت بقى. المكنه اهي، وروني عمر المكنه. بصوا المكنه اهي يا جماعه، عمر ظبطها لينا وخلاها زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنحب نحط المشط اللي هو ايه، حطيت المشط اللي يا عمر. يا لهوي يا عمر، هو ده المشط. لا مش هو ده. بصوا انا بحب احط المشط اللي هو ده يا جماعه، اهو مش شايفينه بس يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونيجي نشتغل. مش كده الناحيه الثانيه كده اعمل عليها بالمعوج. ايه اللي عملها لك بالمعوج؟ هي كده. ايه ده ده انا اللي حاطه المشط بالمعوج. بس انا اللي حاطه المشط بالمعوج يا ولاد. اهو يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ الليلة اهو. انا حاساها كده. هنجرب اول صينية. اهي طبعا المغرب هيأذن دلوقتي. هحط الصينيه بقى على النار عقبال ما افطر، وارجع لكم تاني ونشوف الاجواء بقى بتاعه الايه البسكويت. زي ما احنا شفنا الاجواء بتاعه الايه الكحك، هنشوف الاجواء بتاعه البسكويت. وحدك يا ام غنى عيالها هيساعدوني يا جماعه. عابر لسه جايه من الدرس وتعبانه، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. مش عارفه مالها، الجو قلب قلبه ما يعلم بقى الا ربنا. فالعيال عيوا مني، اقول لهم ما تخففوش، راحوا خففوا برضه. عيالي دايما بيجوا على العيد ويعيوا مش عارفه ليه. فربنا يشفي الجميع يا رب، ويشفي اولادي من ضمنهم. مش عارفه عبير جايه تتعب النهارده يوم البسكويت. يا جماعه اهو بصوا الرسمه عامله ازاي، شايفين اهي. وغنى عماله تساعدنا. نحط دفن على النار. تعالوا نحطها. بصوا مهديه الفرن على الاخر. بصوا الفرن مهديه على الاخر خالص. وبحط على الشبكه. تمام. بحط كده على الشبكه. يا كحك العيد يا بسكويت، يا احنا يا كحك العيد، يا احنا يا بسكويت، يا احنا يا شربطات، يا احنا في الكوبايات، يا احنا هيصه هيصه ونهيص عند العريس. هيصه وهيصه وهيصه عقبال ما اعمل يعني عقبال ما اعمل واحده يبقى بكون كسره واحده. يعني عقبال ما انا ادهن واحده واعملها بكون كسره واحده. وابن عمر سابني ومشي، عمل معايا شويه، عملنا شويه قبل الفطار وكده. احنا بنكمل بعد الفطار. تمام. عبير بنتي بتذاكر وعيانه زي ما انا قلت لكم، هي عيانه اصلا. فانا اصلا الواحد يعمله لوحده. يعني البسكوت ده اصلا الواحد بيعمله لوحده، مش مستاهل ان ايه هو الكحك اللي ايه اللي بيبقى عايز اللمه. لكن البسكويت 2 بس بالكتير او واحده خلصوا. بسم الله كده ونحط العجينه اهو.
بصوا دي طبعا الرحمن الرحمن دهنتها زيت. وايه انا بحب الموز ده يا جماعه، احلى حاجه عندي هو الموز ده، مش بعمل الا بيه كل سنه. كل سنه الموز ده ايه في حياتنا. بيبقى حلو، ولا هو تخين ولا هو رفيع. بعمله شويه يعني، انا مش تبقى رخمه، بتحايل على عيالي يعملوا معايا. ده النهارده حتى عيد الام، عيد الام النهارده، محدش قال لي كل سنه وانت طيبه. غنى اصلا عايزه حد يعينها. يا ابو عين عيني يلا. شطور شطور وجول جول. شاطر 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 لامه يا ولاد، سعيد امه. شاطر شاطر اللي حلو. شوفوا غنى اشطر واحده في الكون اهي، اشطر واحده في الكون هي مين؟ هي مين؟ غنى. يا معين، يا معين يا رب عين حالها يا معين. استنى ده انت هتزق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ الليلة. تلالي تلالي. بصوا هي خبطتين وقالت لا يا ماما انا عايزه امشي. خبطتين وبس. ايدك خش ايدك. انا حاسه ان المكنه دي بتقول ارحمهم ارحمهم ارحمهم. انا بتعذب، المكنه اللي بتتعذب مش غير. يلا هيك المكنه اللي بتتعذب. يلا يا غنوتي. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الليلة. ترارارا. لا قولك يا كحك العيد، يا احنا يا بسكويت، يا احنا يا شربات، يا احنا في كوبايات. يا احنا. طب روحي بس غنى هتعملها. روحي يا غنى، روحي يا غنى، ده انت وانت بتعملي المكنه كده هتعمليها علينا. اسكتي يا غنى، روحي يا غنى بعيد. روحي يا غنى. غنى دي شاطره قوي، اشطر الشطار. يلا 1 2. الشعب المصري فين؟ غنى انا مش عايزاها تبقى معوجه. ما تكحي بعيد. بتكحي فين؟ قولي حاح. قولي حاح. انت بتكحي فين؟ انت بتكحي فين؟ بتكحي فين انت؟ بتكحي بكح بعيد. هو باباك مش خدك ليه معاه؟ افهم يعني مش خدك يعني سابك يوم الكحك وسابك يوم البسكويت. يعني بيجي ياخدك كل يوم ويسيبك يعني يوم الكحك والبسكويت. ليه مش فاهمه؟ بيقول لي بتساعدك، بيقول لا انت مش جايه معايا تساعدي ماما. عملتها. عملت ايه بالظبط؟ عملت ايه بالظبط؟ بصوا يا جماعه اهو، بقالنا ساعه بنحارب عشان الصينيه دي اهو. ايديك حطوا الايه؟ لايكاتو. حركاته. حط اللايك عشان لايكاتو يا فنزاتو. يا رب الصبر اللي عندك يا رب صبرني. ديا اخر العنقود. سكر معقول. لا خالص، تعب لي قلبي، هيجيب لي السكر. وعبت خلاص خلاص يا ما انت شايفه صينيه خلاص مش عايزه ايه. روحي يلا كلي بسكويت واشربي بيبس. يلا اشرب بيبس. بصوا يا جماعه، الازازه اللي انا جبتها اللي هي الازازه الصغيره دي فاض منها كتير بقى، شربناها بعد الفطار. عايزه اقول لكم ان انا اصلا عملت قبل الفطار عملت صينيتين وكنت بسوي وانا بفطر وبعد كده كملت. يعني احنا كده بعد الفطار يعني احنا كده دلوقتي بعد العشاء، قرآن العشاء اهو. المهم يا جماعه انا كده ايه يعني قربت اخلص وهوريكم برضو، هوريكم البسكويته عامله ازاي. تعالوا اما اوريكم. انا اصلا مش هستنى اما اخلص واوريكم، لا انا هوريكم قبل ما اخلص عشان ايه اعيش انا مع نفسي حبه البسكويت الاخاره دول وخلينا اخلصهم. انتوا عارفين التصوير بياخد وقت. عمر ابني هرب راح مع باباه، بس هو بصراحه عمل معانا شويه قبل الفطار، وهو اللي عمل لنا المكنه، ربط لي المكنه. وعبير جايه تعيا النهارده، هي اصلا من امبارح عيانه. الحته دي كده من عندها، الحته دي كده تعباها، ودنها كده بالمكان ده كده واجعها، فهجيب لها حقن بعد شويه. انا اديتها برشام وبعد شويه هديها حقن. والله نايمه اهي كده كده. البسكويت مش باخد غلبه يعني بكسر صينيتين وواحده وبيبقى في واحده في الفرن. تمام. فيلا بينا بقى، تعالوا اما اوريكم انا عملت ايه. تعالوا اما اوريكم اللي انا سويته. وبهدي الفرن خالص. رمي البسكويت هنا يا علي.
بصوا لسه مش كملت، لسه ما كملتش. هما شايفينه صح؟ هنا دي لسه مطلعاها دلوقتي الصينيه دي، لسه مطلعه الصينيه دي وايه، لسه حاطه دي دلوقتي، لسه حاطاها دلوقتي حالا. شايفين يا بيرو؟ ومهديه الفرن على الاخر. كل سنه وانتم طيبين ودايما كده سعداء ومبسوطين. بصوا البسكوته عامله ازاي، قربي كده يا عبير وريهم. بصوا البسكوته عامله ازاي يا حلوين. وريهم القرمشه. قربي قربي قربي. عبير بنت بتقول وريهم القرمشه. طب بصوا دي لسه طالعه من الفرن حالا وسخنه. بصوا سامعين؟ سمعوا؟ بص انا بسيبها خالص اما يهدى. طبعا انا دهنه الصينيه، تمام، دهنه الصينيه، فبسيبه خالص اما يهدى وبعدين بقى ايه برصه كده. اوريكم دلوقتي برصه ازاي. انا عايزه بقى بصوا الظهر عامل ازاي يا جماعه، بصوا الظهر عامل ازاي، بصوا الحلاوه والطعم. بصوا اقرب كده ايه، خليكي زي ما ليه يا ام غنى بتعملي 3 كيلو في البسكويت وبتعملي بس 2 كيلو في الايه، في الكحك. عندي اولادي بيحبوا البسكوت اكتر من الكحك، تمام. فعايزه اقول لكم ان احنا بنخلص البسكويت، يعني بنخلص البسكوت قبل الكحك. حتى لو كان 3 كيلو بسكوت 2 كيلو هنخلص ده قبل لو التاني. 4 كيلو حتى هيخلصوا الاول عشان ما بيحبوه، بيحبوا البسكوت. فانا بزود شويه في البسكوت، تمام. اهو يا جماعه ولسه ايه هكمل انا بقى مع نفسي عشان خاطر ايه، انا بقى ايه عايزه اقول لكم النهارده وامبارح الجو متلج تلج. يعني انا مش عارفه بعد ما العيال خففت هدومها يا عيني رجع الجو عامل. فعيانين عيانين البيت غنى يعني ايه، يا دوبك ردت شويه امبارح كانت تعبانه، يا دوبك ردت شويه. انا عملت الكحك وبعدين عديت يومين وعملت كنت عامله الكحك يوم ايه يا عبير؟ اول امبارح. يعني انا عملت الكحك عديت يوم ما عملتش فيه حاجه الا اليوم اللي بعديه اللي هو يوم الجمعه. بقى انا النهارده بعمل البسكوت. فقلت بقى ايه عايزه اخلص كده عشان خاطر ايه، خلاص الوقت. بصوا احنا في ضغط يا جماعه. الاسبوع اللي قبل العيد ده بيبقى في ضغط، يعني عايزين ننظف بقى. عايزه اقول لكم ان شقتي بقى ايه من السمنه بقى والحاجات اللي هي مكان البسكوت ومكان الكحك والكلام ده، عايزه بقى امسكها بقى انضفها اخليها فله كده، امسكها كده ايه اصبنها وكده. طبعا هتشوفوا معايا، ممكن اعمل معاكم روتين كده قبل العيد واوريكم. ده كان فيديو النهارده. مش تنسيني بقى باللايك وقولي لي ايه رايك في الفيديو وايه رايك في الكحك، ويا ترى انت بتعمليه زيي ولا في اختلاف. يعني كل واحد له طريقه وكل واحد بيحب طريقته. طبعا انا كل سنه بعمل الطريقه دي، يعني كل سنه ملزمه بالطريقه دي. هو في السنه دي بس في حاجات بسيطه كده ايه حبكتها شويه. يعني كنت الاول بعمل بفانتا بس، فانتا وبالتانك اللي هو البودره ده. عايزه تعملي بالتانك لوحده براحتك، عايزه تعملي بالماريندا لوحديها براحتك. انا عامله ماريندا اللي هي البرتقال والتانك مع بعض، قلت عشان يديله ريحه حلوه كده. فعايزه اقول لكم الماريندا دي بتخلي ريحه البسكويت في حته تانية خالص، بقلب العمار. بقى اللايك بتاعك الجميل، ولو انت ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركوا تبقى من عيلتنا. مش تنسي بقى تحط اللايك. وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. يلا يا حبايبي مع السلامه، انتظروني بقى في فيديو جديد ويلا باي.